في يوم 15 سبتمبر عام 1971 إسرائيل كانت مقلوبة حرفياً، وقائد سلاح الطيران اتحول للتحقيق، وكمان اتعمل اجتماع كبير لكبار الضباط برئاسة موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي، واللي كان عنده حالة انهيار عصبي، وقال للجنرالات اللي حصل ده كارثة كبيرة وهندفع كلنا ثمنها. يا ترى إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن السلاح الجوي الإسرائيلي اخترق سواحلنا الشمالية يوم 14 سبتمبر، لكن أجهزة الرادار المصري لقت الطيارات الإسرائيلية، وكانت من طراز فانتوم اللي بيسموها الشبح الطائر. وبسرعة اتحركت الطيارات المصرية، وكانت من طراز ميج 21، وطبعا ده طراز أقل بكتير من فانتوم، ومع ذلك اتحركت علشان تواجه الطيارات اللي اخترقت الحدود المصرية. قائد القوات المصرية كان المقدم علي فهمي، ساعتها عمل خطة سريعة، وهي إن الطيارين المصريين يعملوا مصيدة للطيارات الإسرائيلية ويوقعوها. وفعلا المقدم علي ومعاه مجموعة من زمايله حصروا الطيارات الإسرائيلية، وفي اللحظة دي ظهر الملازم أول طيار عاطف السادات وعمل المعجزة. عاطف ضرب الطيارة ووقعها، ودي أول مرة في التاريخ إن طيارة ميج 21 تضرب وتوقع طيارة فانتوم، ومن هنا المستحيل بقى حقيقة. وبسبب كده القادة الإسرائيليين كانوا هيتجننوا، خصوصا بعد أسطورة الطيران بتاعتهم انتهت، وده على إيد شاب لسه يدوب ملازم أول اسمه عاطف السادات. ولما ابتدى التجهيز لحرب أكتوبر، طبعا اللواء حسني مبارك اختار عاطف علشان يبقى أول الطيارين اللي هيشاركوا في الضربة الجوية الأولى. والساعة 2 بالثانية يوم 6 أكتوبر 73 اتحرك عاطف السادات بطيارته ووصل لمطار الميليز في سيناء، وهنا دمر مواقع صواريخ الدفاع الجوي الإسرائيلي تماما. بيحكي شاهد مجند إسرائيلي كان موجود في المطار وقتها، بيقول المجند إن هم شكوا إن الطيار ده مصر مأجراه من دولة أوروبية، لأنه مش ممكن ومستحيل طيار مصري بيكون بالمهارة دي والمناورة. وبعد مناورة طويلة قدر جندي إسرائيلي يضرب عاطف بصاروخ حديث كان لسه إسرائيل مستلماه من أمريكا، وللأسف استشهد عاطف واتحرق جوه طيارته. وفي مشهد خيالي الإسرائيليين ادوله التحية العسكرية بعد ما مات واتفحم، وده تقديرا وانبهارا بالأداء العسكري بتاعه. بعد الضربة الجوية الأولى اللواء مبارك عرف إن في 2 طيارين استشهدوا، منهم عاطف أخو الرئيس. مبارك ساعتها ما بقاش عارف يواجه الرئيس السادات، فاتصل بالمشير أحمد إسماعيل وزير الحربية وبلغه بنتائج الضربة، وقال لي عندي 2 شهداء منهم عاطف أخو الرئيس. طبعا المشير أحمد إسماعيل قرر إنه ما يبلغش الرئيس أنور السادات وقتها علشان ما يأثرش عليه، بس يعني بلغوا بالنجاح الباهر للضربة الجوية. وبعد كام يوم أما الدنيا استقرت شوية على الجبهة، قرر المشير أحمد إسماعيل إنه يبلغ الرئيس السادات بخبر استشهاد أخوه عاطف. وهنا كان رد فعل السادات، وقال بمنتهى الإيمان والسكينة: كلهم أولادي. وهنا استغرب كل اللي في الأوضة من قوة وإيمان الرئيس السادات لما سمع الخبر. السادات بعد كده قال في مذكراته: لو كانوا قالوا لي وقتها ما كانش الأمر هيختلف. عاطف ابن مصر زيه زي كل زمايله أولاد مصر قبل ما يكون أخوه. وبعد ما الحرب انتهت السادات كان نفسه يدفن اللي باقي من جثة عاطف اللي اتفحم، وفعلا الأمنية اتحققت في مارس 74 لما نجح فريق بحث إنه هو يوصل لرفاته واندفن في قريته ميتا بولكوم بالمنوفية. عاطف السادات كان من مواليد 48، يعني أصغر من أنور السادات ب30 سنة، وعلى فكرة هو أخوه من الأب بس، يعني مش شقيقه. مع ذلك السادات كان بيعتبره ابنه البكري، خصوصا إن خلفته من السيدة إقبال كانت كلها بنات، وما جابش الولد إلا يمكن بعد ما عدى 40 سنة. وعلشان كده عاطف كان متأثر بيه جدا وبوطنيته، وقرر إن هو يدخل الجيش، وكان من أوائل وأمهر دفعته، واختاروه في بعثة التدريب في الاتحاد السوفيتي لمدة 2 سنين. وكان دايما بيطلب من السادات بعد 67 إنه عايز يعمل عمليات استشهادية لتدمير قوى العدو. رحم الله شهداء مصر الأبطال.